لما تحبي تعملي صينية رواني صح يبقى الفيديو ده ليكي. يلا بينا نسمي الله. وهاتي البولة بتاعتك وانزلي بثلاث بيضات، عليهم رشة من الفانيليا وعليهم كوباية كمان من السكر. هخلط المكونات دي بمضرب كهربائي او مضرب يدوي، المهم انها تبقى توصل معايا لقوام اللون الفاتح وتبقى هشة خالص بالشكل ده. هنزل عليها بنص كوباية من الزيت وكمان كوباية من اللبن الحليب او اللبن الزبادي، وهبدأ اديها خلطة كمان. وبعد كده هنزل بكوباية من الدقيق وكوباية من سميد البسبوسة الناعم ونص كوباية من جوز الهند، وهنزل كمان عليهم باكت كامل من البيكنج باودر ورشة ملح. هقلب كل المكونات دي حلوة قوي، وما تنسيش عصير الليمونة بيفرق جدا معانا. هقلب بقى كل المكونات دي بالمضرب، يعني تقلبتين تلاتة لغايه لما كل المكونات تختلط حلو مع بعض، يعني ما بخلطش كتير. عندي الصينيه بتاعتي دهنها سمنه بس فقط، مفيش اي حاجه تانية. وهبدا انزل فيها بخليط بتاعي، وهبدا ان انا ادخله فرن على درجه حراره 180 من 40 ل 45 دقيقه. نروح بقى على الشربات. هجيب كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصير نص ليمونه، وكمان شريحه من الليمون. اول ما بيغلي عندي بهدي عليه 5 دقايق وبعد كده بطفي عليه. عندي بقى الرواني بتاعتي طلعت من الفرن. الرواني بتكون بسيبها تهدى شويه، والشربات عندي بيكون دافي. خلي بالك من الخطوات دي، يعني الشربات دافي والرواني سخنه شويه صغيرين، يعني سيبتها تهدى شويه. وبديها رشه بقى من جوز الهند على الوش، وقطعيها وقدميها بألف هنا. احلى صينيه رواني هتعمليها وتتحدي بيها اي حد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير علشان الكل يستفاد. فعلا فيديو حلو قوي وطعمها يجنن، يعني حلوة جدا جدا. واحتفظي بالفيديو ده عندك لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول.